حظيت بعثة شبيبة القبائل بترحيب كبير هز العالم من طرف الشعب المغربي، وتناولوا ما لذ وطاب من الأطباق المغربية بعد الفوز الساحق الذي حققه النادي المغربي على شبيبة القبائل. ولا يزال لاعبي النادي الجزائري متعلقين بالمغرب، وطالبوا تأجيل رحلتهم للأسبوع المقبل، وذلك من أجل قضاء المزيد من الوقت والاستمتاع بوقتهم في المغرب، الذي قال قائد شبيبة القبائل إنه أفضل بلد في العالم، ولم نكن نتوقع أن المغرب بهذا الجمال والرقي والكرم. ويريدون الحديث عن ضيافة الشعب المغربي الكريم والمتحضر، وقد جن جنون الإعلام الجزائري بعد هذه الواقعة، حيث أدلى الإعلام الجزائري حفيظ الدراجي بتصريح للإذاعة الجزائرية وقال: أنا كنت خائفا على بعثة شبيبة القبائل، فأنا أعرف المغاربة وأعرف أنهم يكرهون كل ما هو جزائري، وليس من المستبعد أن يتم وضع السحر في طعام اللاعبين للفوز بالمباراة، وعلينا الانسحاب من كل بطولة يشارك فيها المغرب. وفي الأخير، إذا كنت ضد كلام الدراجي وتفتخر بمغربيتك، فلا تنسى الإعجاب بهذا الفيديو.